الصبر على البلاء. إذا نزل به بلاء مع إيمانه فإنه يصبر ويعلم أنه من الله جل وعلا. وهذا البلاء إذا نزل بالعبد لا يخلو صاحبه من أحوال ثلاثة: إما أن يزاد به في حسناته، وهذا كما يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأولياء الله الصالحين، وإما أن يحط به من سيئاته التي قد قارفها، فإنه لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة يكفر الله بها جل وعلا عنه من خطاياه، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، فإذا نظر إلى بلاء غيره وجد نفسه في خير، إذ من نظر إلى المصاب الذي نزل بغيره هان في عينه مصابه، فيحمد الله جل وعلا على ذلك. فهذه نعمة من الله عظيمة، وليس هذا إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.